9 جمل باش يبدلوا لك حياتك، يمكن تو ماكش باش تستوعبهم، اما تجيك فتره من العمر انك تفهم انه هذا كله صحيح. تو تقول والله تفرجت في فيديو يحكي عن حاجه هذوما بوان بار بوان، وتاكد وركز لي على البوان السادسه والتاسعه بالرسم مهمين على الاخر. اول نقطه شنو تقول لك؟ كل ما كل ما انت تبدا تحكي اكثر، كل ما الفالور نتاع الكلام نتاعك يطيح. شنو معناها؟ الكلنا نعرفوا بازرك عندك كصاحبك ما يسكتش حياته كل يحكي باش نعمل ونمشي ونجي ففي الاخر ما تلقى حتى شيء، ديما سجات عيطوا له بهبار. فما كان الحديث وحد ما يصدق وحد ما يهمه، حتى يبدا يحكي في وسط جروب تاع عباد حد ما يهمهم. اما ثبت بازرك عندك زاد صاحبك لوبوزي اللي هو اكل ديما ساكت يحكي كلمه وقص. شوف هذاك مثال في جروب تاع اصحابكم، كالطفل هذاك يحكي ولا واحد معبره، وكالطفل الساكت اللي فات هو يبدا يحكي الناس كل تسكت وتثبت معه هو. هذاك شنو معناها؟ الفالور بتاع الكلام نتاعو يزيد على خاطر موش ديما يحكي حاجه رار انه يحكي حاجه عندها فالور، هو يحكي عندها فالور. كيما مثال الديامون علاش عنده فالور؟ خاطر رار مش موجود برشا. نفس الشيء كي تبدا تحكي برشا برشا برشا، لو حد ما باش يعطي قيمه لكلامك. دون نقص في الكلام اللي تحكي فيه، كلمه وقص اكاو، مش لازم تبدا تحكي برشا ما غير ما اصحابك ولاو يقولوا عليك بهبار. نتعديو البوان الثانيه، ما تاخوش كل شيء بيرسونيل. شنو معناها؟ راهو فما حتى حد يهمه فيك انت قد ما يهمه في روحه. شنو معناها؟ قداش مرة تقول شبيه فلان ما كلمنيش يسأل عليا، ولا شبيه هذاك عمل لي هكا، ولا شبيه ما خممش فيا، ولا حاجة كيما هكا. ما تاخوش بيرسونيل، راهو حتى انت نفس الشيء برا شوف روحك، ماكش قاعد تخمم في العباد كيما قاعد تخمم في روحك. نفس الشيء صاحبك اللي ما كلمكش ولا مش قاعد يسأل عليك ولا ما يهموش فيك، خاطر بالحق ما يهموش فيك، هو يهمه في روحه. انت حاطك بريوريتين بعض، والبريوريتين الاولى اللي هو دوك ما تاخوش كل شيء بيرسونيل. وراك الانسان هذاك تلقاه عز الناس وماهوش يتكلم فيك ولا ماهوش يسأل عليك. ابسط حاجه نعطيك ابسط مثال، خيتي صحابك اللي تقرا معاهم تجي عطلة تصيب كل حد يمشي على روحه، لا عاد تسمع حتى حد، ما عاد تسمع حتى شيء، حتى خبر من عند حتى حد. ما تاخوش بيرسونيل. كيما هو ما سمعوا حتى شيء من عندك انت، نفس الشيء انت ما سمعت حتى شيء يعني هما. علاش؟ انت ليه بهمك، ليه بدنيتك، ليه بتصيفك وكل شيء، هما نفس الشيء ليه يصيفوا كل شيء، موش في مخه واه شعمل فلان واه شعمل فتاه خلينا نسال عليه. دونك ما تاخوش بيرسونيل. راهو كما قلت لك عز الناس يبداو عز الناس، اما راك انت ماكش في البريوريتي نتاعهم، كو ماشي حاجه بيرسونيل، ما تاخوهاش بيرسونيل. البوان اللي بعدها به، كي تركز على المشاكل راك متلقى قدامك كان المشاكل والصعوبات، كان مش تركز على الاوبورتينيتي ما تلقى قدامك كان اوبورتينيتي. نعطيك اكزامبل باش يفسر لك النقطه هذه الكل. كان خرجت اليوم معناتها دي حتى في الحومه، مشيت عملت دوره في الحومه ورجعت، كان الناس اللي قداش من كنبه حمراء عرضتك، تقول لي ما نعرفش علاش قدك ما لوشتش. كان نقول لك تو برا عاود اخرج، امشي لنفس البلاصه اللي مشيت لها من نفس الثنيه، اما احسب لي قد فما من كنبه حمراء، تجي تقول لي قد 7 ولا 8. فهمت ولا؟ كي تركز على حاجه راك باش تولي ديما تلقاها قدامك. نفس الشيء تحط في مخك المشاكل، فما كان المشاكل، فما كان الصعوبات، فما كان العراقيل. ابسط مثال نمشي نترينا في الجيم، ولا لا ما عنديش البش، ما عندي حد شيء، ولا درا شنو، ولا اللي يقول لك ابسط مثال ايش معناها تركز على العراقيل والمشاكل، راك تلقى كاين المشاكل. انت بازر انت ولا عندك صاحبك جاته في مخه فكره انه باش يبدا شي يوتيوب ولا باش يبدا تيك توك ولا اي حاجه، في مخه طول جاته ولا جاتك انت، ما عنديش بلاصه باهيه باش نصور، ما عنديش ميكرو باهي باش نصور، ما عندي حتى شيء، تفرج وين قاعد نصور، ها هاني حاط بيت وكل شيء. كان جيت انا حاط في مخي مشاكل، ليه ما نجمش نصور في بيتي، وليه ما نجمش نعمل هكا، وليه ما عنديش ميكرو وكل شيء. اما انا حاط في مخي شنية لوج على الاوبورتينيتي وما نلوجش على المشاكل. نفس الشيء كم قلت لك ارجع للنقطه بتاع الكهرباء الحمراء. نفس الشيء انت تبدا تلوج على المشاكل، ما تلقى كاين المشاكل قدامك. تلوج كان على معناتها تلوج على الحاجات السهله والباهيه، راك ما تلقى كان الحاجات الباهيه، خاطرك ما تركز كان على الحاجات اللي تحب عليهم انت. النقطه اللي بعدها به، على قد ما وجعتك فازة وصارت لك فازة مخيبة على الاخر وحسيت اللي باش دمرت لك حياتك، اوكي العام هذا دمرت لك حياتك، بعد عامين 3 ترجع بالوقت تقول هذيك اللي صنعتني راجل، هذيك اللي بدلت لي حياتي، الفازة هذيك بدلت لي حياتي. على قد ما الفازة توجع، على قد ما انت مستقبلك يتحسن. ابسط مثال، خير قداش من واحد نعرف مثال امه توفات ولا ابوه توفى الله يرحمهم، صيحت في قلبه ونجح جاي من الاوائل في القرايه وكل شيء. علاش؟ باش كون يرضي امه، باش يعيش عيشه باهيه، ولا راضي ابوه ولا كل شيء، خاطر صارت له فازه خايبه هذيك اللي صنعت منه راجل نهار اخر. وانت كنت تمشي تو تشوف النتائج نتاع الباك، شوف انت جماعه بلي اللي تسكن في الارياف وكل شيء،
تلقى نسبة النجاح عندهم طالعة على الآخر. جماعة الأرياف واللي في المدينة ينجحوا هم معدلات علاش زعما تاع الأرياف أنت ديما المعدلات طالعة والآخرين ليه؟ نتاع الأرياف هذاك خاطر صارت لهم مخيبة معناتها انفيرونمون مخيب، وغاديك في الريف فقر وكل شيء. أما شوف كيفاش صنعت منه نهار آخر بالخدمة، كي يترقى في الخدمة ويوصل لنيفو محليه يرجع بالوقت يقول لي يا حسرة كل الانفيرونمون هذاك هو اللي وصلني لهنا. أما الآخر اللي في المدينة وجو أحلى جو محلاه والحياة في أون روز برشا تلقاها عادي سالير أنا متوسط تحت المتوسط. دونك أي فازة خايبة تصير لك عارف راك بعد عامين ثلاثة أنت ترجع بالوقت وتقول والله بالحق هذيك أنا عاونتني باش وصلت للمرحلة هذه، والله بالحق أنا ردتني كالحاجة الفلانية. مثل صحابك يتنمروا عليك خاطر سمين أبسط حاجة ولا ضعيف، يتنمروا عليك أوكي هاك منرفز ومدبرم وكل شيء كل شيء، حطيت في قلبك دخلت ترينيت من بعد كي تعمل بدن تقول الحمد لله اللي يتنمروا عليا باللي يزيدوا يتنمروا عليا. فهمت الفازة ولا تعدي واللي بعدها قابل فلان. فما ديما سبب علاش ربي حطك انت معناتها، فما سبب علاش انت وفلان تقابلتوا. هما حاجتين، يا انت باش تبدل حياة فلان يا فلان باش يبدل لك حياتك. قداش مرة تصير لك الفازة انت فما طفل تقابلوا معناتها ما كانتش في البلان انك تقابلوا، ممكن سواء قابلتوا في الليسي قابلتوا برا الله اعلم وقال لك جملة بدلت حياتك. قداش مرة صارت لك؟ ولا انت قلت له حاجة بدلت له حياته، ولا هو كان مدبرم وانت جيت ريحته عشان حكيت معاه ارتاح، ولا انت مدبرم جا هو حكى معك شوية ارتاح وراك لا تعرف ولا لا يعرفك غير برك ربي يبعثهولك ولا ربي يبعثك انت اللي هو. فما سبب علاش كيما قلت لك، هي انت باش تبدل له حياته يا هو باش يبدل لك حياتك. دونك اي طفل باش يجي قدامك وتتعرف عليه لوج على السبب هذاك، اخلق انت السبب هذاك، عود انت اخرج مثل برا، امشي اخرج مع اصحابك وابدا لوج على اصحاب جدد، لوج على ناس جديده، ديما اخلق لي زوبورتينيتي كيما هكا. اللي بعدها هذه احسن وحده عجبتني، عمرك ما تخاف تجرب حاجات جديده. حياة قصيرة خيرتك باش تعيش 90 سنة هذاك سلكتها وامك وابوك عاملين 7 حاجات وداعين عليك وكل شيء باش تعيش 90 سنة. الحياة قصيرة، كان باش تقعد انت خايف ما تجربش وما تجربش وخايف وليه باش ربي باش يهز نتاعو راك باش تقعد تبص في قلبك انك ما جربتهاش. ارجع الفيديو او الفيديو هذا تاخذ لك الايام نتاعو الفوق، ارجع له تفرج فيه، حكيت عليه الفازي هذه اون ديتاي بالرسمي باش من بعد باش توصل مرحله من العمر ولا حتى كي تكبر باش تبدا نادم انك ما عملتش الحاجه هذيك. دونك عاش تخاف باش تجرب حاجه جديده، اصدم اخرتك راك باش تموت، اخرتك كيما نقولوا فيها باش تعيش عيشه واحده. عندك حاجه بمخك برا جربها، ما تقعدش خايف وليه وزعمه. ارجع للبوان الاولى، كي تركز على الحاجات الباهيه راك تلقى حاجات باهيه، تركز على الحاجات الخايبه راك تلقى حاجات خايبه. انت ديما اقعد نركز على لي زوبورتينيتي، ركز على الحاجات الباهيه واي حاجه تجيك مخك برا اعملها، ما عادش تخاف يزيم الخوف. بين النقطه اللي بعدها ساعات ما تعرف قيمه اللحظه كيما تولي ميموار. شنو معناها؟ ساعات تصير لك فازه، نقولوا صارت لك فازه اليوم، انت عندك اتجاه نورمال، فازة نورمال وكل شيء، تعدي الشهور والسنين كما يقولوا فيها تعدي وكل شيء، وصلت المرة معناتها صارت لك فازة أخرى فكرتك بها معناتها ما أحلاها اللحظة اللي صارت. أبسط مثال، تبدأ قاعد نعطيك مثال، تبدأ قاعد أنت وأمك وأبوك مثال خرجتوا لبرا بيكنيك قد في جردة وقدامكم بحيرة وتحكيوا محلاه الطقس وكل شيء ومحلاه. الله لا يقدر مثال، انا اعطيتك اكزومبل، الله لا يقدر معناتها امك مشيت ولا ابوك مشي، الله لا يقدر ربي يطول لهم في اعمارهم، ترجع بالوقت تشوف محليها اللحظه ذيك قديش عندها فالور، وانت في لحظتها وقت اللي انتم قاعدين في البيكنيك ما حسيت بها الفالور. هذاك علاش يقول لك كي تبدا تعيش في نهارك كل فالور اعطاها حقها، كل فالور كما يقولوا فيها خمم فيها، شوف شنو هي الحاجات الباهيه اللي تنجم تخرجها منها، وكي تعرف قيمه الفالور هذيك زيد ركز معها، مش تبدا شد التليفون، ركز في كل دقيقه في كل لحظه في نهارك، خاطر نهار اخر ترجع تقول ما عليها كالميموار هذيك. دونك انت ما تخليش روحك لك الريغري نتاع نهار اخر ما عليها كالميموار، عيش اللحظه تو، نحى لك التليفون ما تبدا مع الجماعه ونحى لك التليفون، عيش اللحظه باش نهار اخر ما تقعدش نادم على الميموار. الحاجه اللي بعدها كان تركز على الحاجات الباهيه في حياتك تنسى الحاجات الخايبه. شنو معناها؟ عندنا لهنا كاس قهوه، انت هذه الحاجات الباهيه هو البارتي المعبيه والحاجات الخايبه هو هذه، كان مش تركز على البارتي الفارغه كهو تقول زحش بها وفارغ الكاس مش معبيه او شنو هي او فيه هو البارتي هذه كل باهيه تنساها، بينما كان تركز على البارتي الباهيه
تلقى البارتي الباهيه اكثر من البارتي الخايبه. كما الكاس هذا هو معبي اكثر من النص، تلقى انك عندك حاجه باهيه بحياتك اكثر من الخايبه. تتولي تقول او الكاس معبي اكثر من النص، او الكاس رزين، او الكاس فيه ماء، او درا شنو. تنسى الحاجات الخايبه. ما نقولكش اتناسى ولا واعمل روحك ما ريتش الحاجات الخايبه، لا هما يقعدوا موجودين راهو. اما في مخك انت تولي كما نقولوا فيها تقدر الحاجات الباهيه عندك على الحاجات الخايبه، ما عادش تولي مركز على الحاجات الخايبه، تولي ديما تركز على الحاجات الباهيه. واخر نقطه مهمه على الاخر، اسمع وركز. كان ما تتحكمش في الكلام اللي باش يخرج من فمك، راهو فمك نهار اخر هو اللي باش يتحكم في مستقبلك وفيك انت. شنو معناها؟ قداش مرة تصير لك الفازة مثل تتنابز انت وداركم وتخرج من فمك كلمة هكا وما هكا ولا هكا تجرح بها العباد الكل وانت ما تقصدش، وترجع بعد نهارين نادم وتاكل في صوابعك وويليتني وما قلتش وكل شيء. وانا في منعش انا ما عارفك نهار اخر يعمل لك فازة كيما هكا ولا هكا، يا ما عادش خادم فيها ودرجتي وتخرج كلمة من فمك تحطم لك حياتك الكل. قداش مرة تصير توادي. وتعرف انت جاي في عركة انت وصاحبك قداش من كلمة تخرج تمشي تجرحه هو وانت ما تقصدش، ترجع بعد بنهار تطلب في السماح. هذاك واش معناه؟ كان ما تتحكمش في الكلام اللي باش يخرج من فمك راه هو باش يحكم فيك نهار اخر. ركز فيها البوان هذه، ركز فيها خاطر اخي بحاجه قاعد نشوف فيها اللي هذا يطيش كلمه كما جات ويجرح العبد اللي قدامه وهو ما يقصدش كما يقولوا فيها. كاو سيدي، ميرسي على الوقت اللي عديته لهنا، والتقينا في الفيديو الجاي.